مبدئيا كده كل دول على البايظ وانا اولهم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام، والنهارده معانا فيلم الساده الافاضل بطوله محمد ممدوح، محمد شاهين، اشرف عبد الباقي، طه دسوقي 2000 years later وميشيل ميلاد. الحمد لله. المقبره فرعوني بجد. قصة الفيلم بتبدأ مع موت الحاج جلال، وولاده بيكتشفوا ان هو كان مخبي عليهم كام حاجة كده، واحنا بنكتشف ان الفيلم كان مخبي علينا 950 ألف حاجة، وهنا بتبدأ رحلة العبث. مبدئيا كده عايز اتكلم عن نوعية الفيلم ده. الفيلم ده مش كوميدي ولا دراما ولا تشويق، هو كل الحاجات دي مع بعض، والعنصر الاساسي اللي بيربط ما بينهم العبث. ما تفهمنيش غلط، العبث ده اهم حاجه واحسن حاجه في الفيلم. احنا بنتكلم عن نوعيه افلام زي بالب فيكشن، زي شون اوف ذا ديد، زي فيري باد ثينجز، افلام عنصرها الاساسي والرئيسي العبث. احنا بنتكلم عن فيلم فيه محمد شاهين، محمد ممدوح، طه دسوقي، اشرف عبد الباقي. لسه عشان تخلصها محتاج تقرا دعاء السفر. كل واحد من دول عامل دوره بطريقه عظيمه جدا، ومع ذلك حسينا ان ده مش كفايه. جبنا ضيوف شرف، منهم واحد ما عوزناش نظهره في الاعلان، ده بالنسبه لي احسن حاجه في الفيلم ومفاجاه الفيلم بشكل كامل. واحد مغير ستايله، محتاجين نشوفه، محتاجين تشوفوه، ما ينفعش احرق. كريم الشناوي بيحرز هدفه الثالث عشان يبقى عمل الهاتريك العظيم بتاعه السنه دي. عندك لام شمسيه، عندك ضي، واخيرا الساده الافاضل. انت داخل بجنرا عمرنا ما عملناها قبل كده ومراهن عليها بالكامل. احلى حاجه في الموضوع ان كريم الشناوي عمل 3 اعمال السنه دي، مفيش اي حاجه فيهم ليها علاقه ببعض. ال3 اعمال منفصلين تماما بقصص مختلفه تماما. كل القصص دي مفيش حاجه بتربطهم غير حاجه واحده، القصص دي شبه كريم الشناوي مش شبه اي حاجه تانية. فبجد كريم الشناوي في مجده وهو في السن ده. متخيل بعد 3 4 سنين هنشوف ايه؟ بالنسبه لي بطل الفيلم ده هو السياق، الستوري تيلينج في الفيلم ده جبار. انت عندك 15 شخصيه مالهمش علاقه ببعض، كلهم مرتبطين ببعض بسياق الاحداث، وسياق الاحداث عبقري كفايه ان هو يحسسك بالضغط ويحسسك بالعبث ويحسسك بالكوميديا ويحسسك بالخطر في نفس الوقت. يعني بالمناسبه جبنا سيره بالب فيكشن، ان الفيلم ده شبهه في العبث وفي ان احنا بنلف وندور حوالين حاجات. في فيلم بالب فيكشن كنا بنلف وندور حوالين حاجه واحده، الشنطه. المره دي احنا بنلف وندور حوالين 3 حاجات، 3 حاجات بندور عليهم، و3 حاجات عمالين يتسرقوا، و3 حاجات عمالين نجري وراهم، وكل ده في سياق الفيلم، وكل ده مرتبط ببعضه. السياق عبقري. محتاج اقرا السيناريو بجد، هتجنن. عايز اعرف الكلام ده ارتبط ببعضه ازاي وصلنا المشاهد دي كلها ببعض. السياق في الفيلم ده عبقري، والاهم من كل ده ان السياق يحسسك بالضغط فعلا، بالتشويق فعلا. انا في وسط كل العبث ده حاسس بالضغط وبان انا متوتر. انا قدامي 15 شخصيه، كل شخصيه ماسكه على التاني زله، وكل شخصيه ماسكه للتاني مسدس بشكل او باخر، الحاجه اللي بتهدده بيها. ومع ذلك كل الحاجات دي ماشيه بايقاع سلس جدا. عملتها ازاي؟ عند طلعه اي محمد جلال مات الله يرحمه. ابا رغم ان انا كوميديا العبث مش الكوميديا المفضله بالنسبه لي، دايما بفضل كوميديا المواقف وحتى كوميديا الافيهات اكتر من كوميديا العبث، ولكن خلينا صراحه، العبث في الفيلم ده كان حلو جدا، والاهم انك انت عرفت تصدر لي توتر من خلال العبث. اغلب الافلام الاجنبيه اللي استخدمت طريقه السرد دي عمرها ما فكرت ان هي تخلق من العبث ده توتر. الفيلم ده مش بس خلق من العبث ده توتر، ده خلق من العبث ده عالم موتر جدا ورماك فيه. وسالك بقى، انا هسيبك هنا وهعدي عليك كمان ساعتين. انت متخيل ان احنا بنجرب في جانرا للمره الاولى وعندنا حاجات نضيفها؟ انا بالنسبه لي الفيلم ده لمسه عبقريه لكريم الشناوي ان هو يقفل بيها السنه. انا مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس انا مبسوط بالعبث جدا. ايه اللي انا ما حدش اطلع على محاسبي خالص. لا ما انا بقول لك الطلعه. سامعك اللي بتقول يعني الفيلم ده ما فيهوش سلبيات. انزل دوس لايك وتعالى هقول. عادة نوعية الأفلام دي ما بتروحش للدراما قوي، ولو حط الدراما زي فيلم بالب فيكشن بتنهيها نهاية حلوة جدا. الفيلم ده بقى حط دراما تحديدا ما بين الإخوات وسابها كده، اللي هو تعالوا نكمل بقى العبث اللي احنا كنا فيه. دي حاجة مستفزة جدا إنك أنت تسيب ديول لدراما، يعني دي ممكن نسيبها في العبث، ولكن في الدراما مستفزة جدا. أنت لما تحط دراما وتكملها زي بالب فيكشن وكل الحاجات دي، لما تكمل في العبث زي إخواتك وما تتكلمش في دراما أصلا زي شون اوف ذا ديد وكل الحاجات اللي احنا قلناها دي. أخيرا، ودي هتبقى سلبية بالنسبة لناس كتير، نوعية الافلام دي جديده علينا، احنا عمرنا ما اتكلمنا في النوعيه دي قبل كده، وفي ناس كتير مش هتحبها. فاعتقد ان اي حد ما بيحبش كوميديا العبث، ما بيحبش القصص العبثيه، هيبقى بالنسبه له الفيلم ده بشع. يعني هو مش فاهم القصه، مش فاهم العبث اللي داير، مش شايف اي متعه في كل اللي بيحصل ده، مش شايف اي عبقريه في السيناريو ده.
فهيبقى بالنسبه له الفيلم مش ممتع. فقبل ما تخش الفيلم ده لازم تتاكد انك انت بتحب نوعيه الافلام دي، ولو بتحب نوعيه الافلام دي جهز نفسك عشان هتخوض رحله ممتعه جدا. نام. لو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رايك في الفيلم في الكومنتات، اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في الفيديوهات القديمه. يمكن حاجه تعجبك. سلام.